السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. الزمالك يهرب من فخ البنك الأهلي. البنك الأهلي كان عامل له فخ النهاردة، وكان ماتش فيه جدل كتير جدا، يعني حالتين طرد وحاجات كتير جدا. كان في النهاردة 3 مطوشة. المصري فاز على الداخلية 3-1، والبنك الأهلي اتغلب 2-1 من الزمالك، وفيوتشر غلب 2-0. فيوتشر 9 من 9 يعني 3 مطوشة ب9 نقط. زد 3 مطوشة 7 نقط. يعني فيوتشر 9 من 9، زد 7 من 9، الزمالك 9 من 5، سموحة 7 من 9. فده يبان مستوى الزمالك. مستوى الزمالك اللي الزمالك واعلام الزمالك وجماهير الزمالك مش مقتنعين بيه. يا جماعة الزمالك في مشكلة، لازم كلكم تقفوا جنبه وتساندوه عشان يخرج من اللي هو فيه. تمام؟ لكن يعني الكلام حتى قبل الماتش ما يخلص، يعني والماتش شغال في الشوط الاولاني، راح خالد الغندور طالع على الفيسبوك بقول لك شوط اول في جدل تحكيمي وايه رايكم في التحكيم. تحكيم ايه؟ ما هو محمد معروف اللي بيحكم، ومحمود عاشور اللي على الفار. محمود عاشور عمل المستحيل عشان يلغي الطرد بتاع ابو واحد، بس الكاميرا جايبه كل حاجه يا عم الغندور. واول ما معروف طرد واحد الشوط الثاني، وشيكابالا جاب الجون اللي ابو جبل ضيع كل اللي عمله في الماتش بجون شيكابالا اللي من نص الملعب، راح خالد الغندور طالع شايل اللي كتب. يعني هو لو ما غلبوش كان اللي كتب فضل مكتوب، واخدين بالكم؟ ولو ما كسبوش كان بقى، وكان زود بقى الكتابه وبتاع، لكن طالما كسبوا خلاص راح شايل البوست وخلاص وشكرا. الزمالك كان بادئ ماتش حلو وماتش جامد جدا، والزمالك اللي كان ماسك كوره وكان هاجم بس كوره عواد قلبت الماتش، وصبحي خرم نزل اول ما نزل واقف ما عرفش يصد الكوره، دخلت جون. طبعا انتوا كلكم شايفين الجون بتاع شيكابالا وابو جبل، يعني ما شاء الله بينه وبين الكوره 7 كيلو، وفضل يتمشى لحد ما دخلت الجون. هو الزمالك بيغلب كده. فاكرين ماتش فيوتشر بتاع جنش لما بيقول له انا همشي كده وانت شوط كده يا شيكابالا؟ مبروك للزمالك، وربنا بس يعينه ويوفقه ويكمل. يعني الزمالك في الكونفدراليه جايبين له فرق ما نسمعش عنها حاجه، ربنا يقويه كده وياخد البطوله ويصالح بيها جماهيره ويقف على حيله يعني، ويشوفوا له حكمين برضو يساندوه من هنا ومن هنا كده وبتاع، عشان يقدر يشد حيله. لا، عشان الزمالك لو ما اتسندش ما بيكملش، عشان نكون صراحه واضحين. اتسند وليه اللي يطبطب ويسند من هنا، وضرب الجزاء لزيزو من هنا وبتاع من هنا، بيكمل ويبقى زي الفل. كابتن احمد حسام ميدو طالع، ميدو خرابات طالع يقول لك الاهلي مش قوي جدا، وعلى فكره الاهلي ما فيهوش سكواد. بطل بس انت غل وحقد وسيب الاهلي في حاله. انتوا تعبانين بس، يعني انتوا عمالين تهبلوا. انت تقول الاهلي ما فيهوش سكواد، واحمد الطيب طالع من الناحيه الثانيه يقول لك ايه؟ الاهلي اقوى فريق وهياخد بطوله افريقيا لانه واخد لعيبه الزمالك، بقى اقوى فريق. بس اتغلب من صن داونز، يعني الفريق اللي اتغلب منه 5 وكده. هو كل شويه يقول لك ايه صن داونز؟ طب احنا اتغلبنا من صن داونز 5 وقمنا خدنا البطوله. انتوا عملتوا ايه؟ بص اسمع بقى خالد الغندور كاتب ايه بموضوع صن داونز ده، عشان بس تعرفوا ان ده عالم مش لاقي حاجه تعملها. بصوا خالد الغندور بيقول لك ايه: مهم جدا نشوف مستوى بيراميدز امام صن داونز، خصوصا في المباريات جنوب افريقيا بعد خسارات كبيره للاهلي وقبليها الزمالك هنا. لا يا حبيبي، الاهلي ما خسرش خسارات كبيره من صن داونز، الاهلي خسر نتائج وكان بياخد البطوله.
اما انت صن داونز عملت وشك مساحه رايح جاي وخدت منك البطوله هنا في القاهره. يعني يا ريتك خدتها هناك، لا ده خدت منك البطوله هنا في القاهره. البطوله الوحيده اللي اتوجت بها قاريا في تاريخها واخدها منك يا موكوس. مش عارف انتوا لكوا عين ازاي تتكلموا وتلقوا وتطلعوا في الاعلام بررم بررم بررم. مش فاهم، مش عارف انتوا جايبين البجاحه دي منين. خشوا على صفحه خالد الغندور هتلاقوا جماهير الاهلي داخله ومسقفه له على وشه. خشوا على الصفحه بتاعته كده وشوفوا هو كاتب ايه والجماهير رد عليه قايله له ايه. فيا جماعه هو ده اعلام الزمالك، وهم ما بيشتغلوش الا كده. دايما يحاول يوقع من الاهلي ومن مجهود الاهلي ومن لاعيبه الاهلي. زي ما قالوا لك امام عاشور مش هيعمل حاجه وقبليه كهربا مش هيعمل حاجه، ولما اللعيبه بقت ما شاء الله عليها بعينيهم اهو، امام عاشور اتصاب اهو بس بسيطه الحمد لله، قالوا لك ايه؟ لا ده الاهلي بقى سكواده عليه عشان خد لعيبه الزمالك. هاتولي لعيب الاهلي خده من الزمالك. واحد جايبه من البرتغال والتاني جايبه من ميتلاند الدنماركي. خد من الزمالك مين؟ هتقولوا لي كباري وانفاق؟ كباري ايه وانفاق ايه؟ ما هو كيس. انتوا فشله، انتوا فشله يا فشله. تعالوا شوفوا المصيبه والكارثه اللي عاملها خالد لطيف. خالد لطيف طلع بيقول لك فلوس امام عاشور ما دخلتش خزنه الزمالك اصلا. طب انت يا عم خالد يا لطيف شغلتك على المدفع ايه؟ كانت شغلتك ايه على المدفع؟ بررن؟ ما انت كنت امين صندوق. ده انت بتقول كلام يتحبس فيه ناس وانت اولهم. وبعدين الكلام ده ما قلتوش ليه مرتضى منصور هنا؟ اشمعنى جاي تقوله دلوقتي وبتقوله بالفم المليان كده؟ فين بقى المسؤولين وفين المحاسبين وفين النيابات وفين الاموال العامه وفين وفين وفين؟ الكلام ده لازم حد يحاسب عليه. انتوا الناس مش لاقيه تاكل في الشوارع وانت بتتكلم في 3.5 مليون دولار ولا 3 مليون دولار بتوع امام عاشور ما دخلوش الزمالك وما دخلوش حسابات الزمالك. طب راحوا فين؟ ولو دول فعلا ما دخلوش الزمالك يبقى في زيهم كتير. الفلوس دي راحت فين؟ انت من اول اللي يتحاسبوا يا خالد يا لطيف. ما انت كنت امين صندوق في الزمالك ومرشح نفسك امين صندوق. ادي الناس اللي هم جايين يساندوا الزمالك. خدوا الجديد بقى. الاستاذ احمد مرتضى منصور. الاستاذ احمد مرتضى منصور راح طالع علينا. لسه برضو عند الناس حب المهنه ان كل واحد برضو ايه لازم يمسك الحديده ويروح طالع على المسرح وصلي صلي. راح ماسك الحديده وبقول لكم ايه قبل الانتخابات اهو، قبل ما حد ينجح وقبل ما ايه عشان ما توجعوش دماغنا. يعني اللي ينجح ينجح واللي ما ينجحش ينجحش. ما حدش يجي بعد كده يقول لك ايه فرع 6 اكتوبر. فرع 6 اكتوبر بيتعمل واللي اشترى الارض مرتضى منصور واللي رسمها مرتضى منصور واللي نفذها مرتضى منصور واللي بناها مرتضى منصور واللي عمل كل حاجه مرتضى منصور. بس نسي يقول حاجه واحده. نسي يقول اللي لم الفلوس بتاعتها 100 مره من الناس وما اتعملش في الارض حاجه مرتضى منصور من الجمعيه العموميه. لم اشتراكات 3-4 مرات ورا بعض للارض دي وما اتعملش حاجه. وكل اللي كان فيها كانوا واخدين جرار وبلدوزر وحاطين شويه طوب وشويه رمله هناك واقفين وكانوا بيصوروه. بقول لك بعد 15 شهر الفرع هيتفتح. وعشان تبقوا بس عارفين مرتضى منصور اللي عامله. يا عم انا اتمنى ان انتوا تفتحوا حتى بعد 15 سنه بس تفتحوه. كله طالع يطبل على السلام ولسه لا في حاجه اتعملت ولا حاجه اتسوت. قال لك مرتضى منصور اللي عمل، وعشان ما حدش يجي من المرشحين يقول لك انا اللي عملت وانا اللي سويت. وادي الموضوع كله يا جماعه هبد ورزع وبتاع، وسايبين نادي الزمالك ياكل في نفسه. نفسي كنتوا تتفرجوا على الماتش النهارده. فريق ملوش سند بعد ربنا غير جمهوره بصراحه، الله يكون في عونه يعني.
والفريق تحس انه تايه، يعني تحس انه تايه. اسيريو ده تلاقيه قاعد على ركبه ونص كده مش عارف بيلعب سيجا في الارض ولا بيعمل ايه، انا مش عارف هو بيعمل ايه بصراحه. يعني اسيريو ده انا عارف ان لو الزمالك فيه فلوس يديله مرتبه كان مشاه وجاب واحد تاني. انا رايي يمشيه، وعبد الهادي واوسه وبوسه والناس اللي هناك دي وعبد الواحد صدقني هيعملوا متوش احسن من اللي بيعملها اسيريو دي، ووفروا الدولارات اللي عماله تتكوم على نادي الزمالك. وانت يا عم ميدو يا خرابات، ها اقعد واقرا اسامي اللعيبه بتاعت الاهلي واعرف عنده سكواد ولا لا. ما انتوا اللي عمالين تطلعوا اشاعه عبد المنعم جاي له احتراف، عبد المنعم جاي له مش عارف ايه، وكل الاشاعات دي طالعه من تحت ايديكم لحد ما الاهلي طلع بامير توفيق ببيان رسمي ان عبد المنعم مش للبيع، ومفيش اي عروض جات لعبد المنعم. فيا جماعه بطلوا هري عشان الدنيا تسلك وتمشي. واللي عايز يتفرج على مستوى بيراميدز مع سان داونز عشان يقارنوا بالاهلي، يركز بس في الكونفدراليه اللي فيها فرق ما نسمعش عنها في التاريخ، وهتطلعوا برضو حصاله من دور المجموعات، وانا متاكد لان مستواكم باين في الدوري. فقبل ما تبصوا على الاهلي شوفوا خيبتكم الاول. نرجع بقى لاهم حاجه واحلى حاجه، وهي النادي الاهلي. النادي الاهلي ان شاء الله بكره الساعه 7 هيقابل الاسماعيلي في استاد اسكندريه في استاد برج العرب. هو الماتشين بيتلعبوا في استاد برج العرب، عشان بس الناس اللي المطبلاتيه الزملكاويه برضو اللي يقول لك هو ما بيروحش اسماعيليه ليه؟ بالمناسبه الاهلي بيروح اسماعيليه وبيروح اي حته، والاهلي غلب الاسماعيلي مرتين 6-0 في قلب اسماعيليه. عشان بس الناس اللي بتضحكوا على العيال الصغيره اللي لسه طالعه وتملوهم اخبار غلط. الاهلي غالب الاسماعيلي 6-0 مرتين في قلب الاسماعيليه. فالاهلي يروح يلعب كل الموضوع ده شغل امن، والامن لو قال يطلعوا يلعبوا في المريخ الاهلي هيروح ويسافر ويلعب وهيكسب. الاهلي هيكسب في كل حته. وان شاء الله هتتفرجوا على ماتش قوي بكره، وان شاء الله موديست هو اللي هيقود هجوم الاهلي، لان الحمله اليومين الجايين دول على موديست. بص ده لعيب جابوه مش عارف ده عنده 35 سنه، ده مش قادر يمشي، ده بص مش عارف اتقالوا بس شويه واتفرجوا على موديست، وان شاء الله هيبقى صفقه في الجون. وافتكروا فلافيو وافتكروا كل اللعيبه اللي خدت وقتها بس في الاهلي. فضلا وليس امرا يا جماعه تدعمونا بلايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. وان شاء الله الاهلي هيكسب بكره 4-0 باذن الله. لايك وشير لان اللايك هو اللي بينشر الفيديو. السلام عليكم.